السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا قبل ما ابدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. جيت اسال على الكيلو لقيته عامل 65 و70. طب قلت ليه؟ يعني طب ما انا ممكن بشويه ميه وشويه دقيق انا اعمله في البيت ويبقى احسن من الجاهز. يلا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معايا هنا بقى كده كيلو من الدقيق ونص معلقه صغيره كده من الملح، ونزلت عليهم بمعلقتين كده من الزيت، يعني معلقه كبيره حلوه كده. هبدأ بقى ان انا اقلب الزيت ده في قلب الدقيق كويس جدا جدا. بعد كده هنزل على طول بالميه، يعني تقليبه على الماشي كده، مش لازم كتير يعني، فاهمه؟ طبعا بقى كانت ست الكل هنا هي اللي كانت بتعمله، وربنا يخليك اللي هي يا ست الكل. نزلت بقى بأول كوباية مية، وادي التانية نزلت بيها، والتالتة طبعا مش هنزل بيها دلوقتي، او اذا نزلت بيها هنزل بيها كده بالتدريج، يعني الكوباية التالتة دي ممكن تحطيها كلها او لا على حسب نوع الدقيق عندك. نصلي على النبي كده بقى واحنا شغالين عشان الحاجة تطلع مظبوطة معانا. هنا بقى الدقيق اخد معايا 3 كوبايات بالظبط من الميه، يعني ما زودتش اي ميه تاني، وكانت الميه عندي كانت مظبوطه جدا. هبدأ بقى كده ان انا الم العجين من الطبق كده وهنزل بيه على الرخامه قدامي، وهبتدي بقى ان انا اعجن فيه شويتين 3 كده. هفضل اعجن بقى لحد لما العجين يبقى ناعم معايا تماما، وهوريكم دلوقتي ان انا مش يعني هسيبه بس يرتاح 5 دقايق بالظبط وهرجع اعجنه تاني. العجينه دي بقى بتبقى حلوه قوي قوي، وبتبقى ناعمه وطريه جدا جدا، يعني هتريحيها بس 5 دقايق هتديكي النعومه اللي احنا عايزينها. والشاطرة بقى فيكو هي اللي هتعرف انا هعمل ايه. انا لسه لحد دلوقتي ما قلتش انا هعمل ايه، بس الشاطرة بس هي اللي هتكتب لي في الكومنتات. لو وصلت لحد الدقيقة دي اكتبي لي انا هعمل ايه. هنا بقى بعد ما عجنتها كده وظبطت معايا، هبتدي ان انا ادهن الطبق كده نقطة زيت عشان بس ايه ما تلزقش في الطبق، وبعد كده هغطيها بالكيسة وبعد كده بالفوطة بس كده. هبدأ بقى كده ان انا ابدر الرخامة قدامي بالدقيق، او يعني هبدر الصينية، هرشها يعني بشوية دقيق كده واركنها على جنب عشان اقول لكم انا هعمل فيها ايه. هنا بقى بعد ما عدى كده 10 دقايق على العجين، بص ما شاء الله المطة اللي فيه جميل وناعم ورقيق وتحفة. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك قطع معايا 21 كورة، بس ما شاء الله أنا عاملاها يعني كبيرة شوية، يعني قد البرتقانية كده تمام. وممكن برضو تصغريها يعني على حسب ما انت عايزة، يعني ممكن تعمليها على 34 كورة، اللي انت هتعمليه هيبقى زي العسل مني. هنا بقى كده الكورة اللي انا قطعتها هبتدي ان انا احطها على الدقيق اللي انا رشيته تمام. ماما بقى هتخلص كل الكمية اللي معانا كده وترجع لكم. ماما بقى بتبتدي كده ان هي يعني تجمع الكورة كده في قلب بعض عشان تبقى وشها ناعم من بره، فاهمين؟ حاولي بقى كده ان انت تقطعيه كله مقاس واحد عشان يبقى كله قد بعض زي الجاهز. صلى على النبي بقى واحنا شغالين شوية يلا. ما شاء الله اللهم بارك اداني 21 كورة. اما بقى عن طبق الدقيق اللي انت شايفاه ده، ببل الايد كده اللي هي التانية يعني، برسي ايدي كده في الدقيق عشان العجينه ما شاء الله اللهم بارك عشان طريه وحلوه جدا جدا ومظبوطه معاكي، فبتلزق ثانيه كده تمام. فانا يعني ببل ايدي كده بس ايه في الدقيق، يعني ببدر ايدي بس بسيط كده، وبعد كده بقطع عادي بقى، فاهمين؟ معايا بقى هنا كده الصينيه بتاعتي، هبتدي ان انا ارش كده رشه دقيق بسيطه، وبعد كده هبتدي ان انا بقى ايه يعني اشتغل على اول واحده انا قطعتها، فاهم؟ تمام. يعني اخر واحده هتقطعيها خلاص لف الصينيه بقى، وهاتي اول واحده خالص انتي يعني قرصيها او قطعتيها على حسب ما بتسموها. يعني اخر واحده دي هسيبها بس ترتاح خمسيه كده، وبعد كده اشتغل على اول واحده. بعد كده بقى هبتدي ان انا افرد بين كل طبقه وطبقه. انا هنا كنت حاطه معلقتين سمنه على معلقه زيت، يعني ممكن تستخدمي اي ماده دهنيه بس انا استخدمت كده تمام. طيب هعمل ايه؟ هفرد بين كل طبقه وطبقه معلقه سمنه حلو، يعني فرشه سمنه كده مع يعني رشه دقيق من بعيد، مش كتير لا، رشه من بعيد كده، فاهمه؟ انا بقى هنا كده اشتغلت بثلاث طبقات فوق بعض، وطبعا كل بين طبقه وطبقه هبتدي ان انا ادهن كده معلقه سمنه، يعني رشه سمنه كده مع حبه دقيق تمام. بس طبعا مش هفرق جامد عشان ما ترقش معايا من النص وتتقطع. معايا بقى هنا كده بالنسبه للتسويه، معايا كده صينيه شقلبتها على عين البوتاجاز، وهبتدي ان انا اسخنها كويس. وبصوا بدات هنا اول ما حطيتها غيرت لون على طول، يعني تشمع كده تمام.
وهنا كده بعد ما شمعت على طول شقلبتها على الجنب التاني، يعني بصوا مش هستنى عليها اصلا، يعني اول ما احطها ابتدي ان انا اول ما في حتت كده منها تغير لون. بصوا بقى، هنا اول ما تبدا كده ان هي تنفخ من النص كده، شايفين يعني؟ بصوا ما شاء الله نفخت اهي. بصوا بتنفخ ازاي كده. اول ما تعمل كده خلاص ابتدي ان انت ورقيها كده وهي سخنه، عشان لو سبتيها هتلزق في بعض ومش هتتفك منك ابدا. تمام. معلش بقى هي هتبقى فيها لسوعه شويه، بس لازم تعملي كده عشان ما تلزقش منك. اول بقى لما اطلعها كده من على الصينيه خلاص هبتدي بقى ان انا ارصها في طبق او في اي حاجه، وهبتدي ان انا اغطيها بكيسه، وبعد كده اغطيها بفوطه او بملايه او باي حاجه. تمام. بس اهم حاجه ان هي تتغطى عشان ما تنشفش منك. هنا بقى هبتدي كده ان انا اعمل معاكم واحده تاني. ما شاء الله انا كده بعد ما حطيتها اهي. صح، نسيت اقول لكم ان النار بتبقى هاديه شويه. انا مش هعلي النار تحتيها عشان لو عليت النار هتتحرق منك. تمام. انا مش عايزاها محروقه، انا عايزاها يا دوبك بس تورق منك كده. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، شكلها تحفه وهي بتتنفخ. بصوا بقى، اول كده لما تشقلبيها على الجنب ده والجنب ده يعني خلاص وتشمع كده وكل حاجه، هتبتدي بقى ان انت تورقيها كده على طول، عشان ما لو سبتيها في الوقت ده هتلزق منك ومش هتورق معاكي خالص. هنا بقى حبيت كده ان انا اوريكم واحده كمان وانا بعملها. جبت كده وشيت شويه دقيق، وبعد كده جبت كوره، يعني هبتدي ان انا افردها كده بسيط. تمام. وهنا كده بعد لما ماما عملتها، ربنا يخليكي لينا يا ست الكل، تبتدي كده ان هي تفرد يعني فرشه سمنه كده ومع رشه دقيق. بص رشه دقيق بسيطه جدا، وبعد كده هتحط عليها الكوره التانيه او العجينه يعني التانيه. بعد كده مسحه سمنه برضو مع رشه دقيق، وتحط التالتة وبرضو رشة دقيق بسيطة كده، وبعد كده تبدأ ان هي تفرد بقى وتوسع. تمام كده. بس برضو مش هتفرد جامد عشان ما ترقيش من النص وتتقطع منك. وهنا كده اللهم بارك بعد ما خلصتها هتبتدي بقى ان هي هتلفها كده على النشابة. طبعا بقى بعد كل واحدة والتانية هتبتدي كده ان انت تمسحي الصينية بعد ما تخلصي، عشان الدقيق ده بيبقى زي المحروق كده من السخونية، فانا مش عايزاه يعلم في التانية يعني. تمام. هنا كده بعد ما حطيتها فشمعت كده وشقلبتها على جنب تاني وبرده شمعت. بصوا يا دوبك بس غيرت لونها كده، هبتدي ان انا اورقها على طول. تمام. هي طبعا سهله جدا مفيش حاجه. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك بعد ما خلصت الكميه كلها، الله اكبر، قطع معايا 21 واحده يعني من الرقاق. عن الجمال اتحدث قليلا. شايفين ما شاء الله الجمال، اللهم بارك. ده صدقيني مش هتلاقيه بره بالنظافه دي ومش بالحلاوه دي، واصلا غالي على الفاضي. انت بقى لو عندك كيلو دي قومي اعمليه يلا كده وتشطري وقومي اعمليه. هنا بقى احب اشكر كده ست الكل واقول لها تسلم ايدك يا حبيبتي وتعيشي وتعملي لنا. ما شاء الله اللهم بارك. عن الجمال اتحدث قليلا. شايفين الجمال؟ ورقيق جدا جدا ونضيف قوي قوي، وبصراحه احلى من بره 100 مره. اكتبوا لي بقى في الكومنتات لو انت جربتيه بالطريقه دي، اكتبي لي في الكومنتات، ولو انت لسه ما جربتوش جربيه عشان تكتبي لي في الكومنتات ونشوف مين فينا اشطر. حطي لي بقى اللايك الجميل كده وشجعيني عشان نتشجع مع بعض ونعمل حاجات اكتر واكتر. ولحد هنا كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما ننساش بقى اللايك الجميل والاشتراك الاجمل عشان يوصل لك كل جديد من بيت العز الكبير. والسلام عليكم ورحمة الله.